أنا فريدة، وأنا مجدي، وإحنا جايين نثير الجدل. ونناقش حكاوي من جوه كل بيت. أبنائي الأعزاء، شكرا. ده مش اسم مسلسل، لأ، ده لسان حال كل أم وأب عندهم ولاد في سن المراهقة، مجننينهم ومطلعين عينيهم. خلونا نتفق إن كل الأولاد مسؤولية، واليومين دول بقت تقيلة حبتين، بس احنا جايين نتكلم على في بيتنا مراهق أو مراهقة. أول ما بسمع الكلمة دي بتخض، بحس إنه دقة طبول المعركة، داخلين على مشاكل وحكايات وليلة كبيرة قوي سعادتك. أولهم مشكلة إثبات الذات. هعاند مع كلامك ومش هسمع نصايحك. أنا كبير دلوقتي مش طفل، أنا المفروض عندي حرية شخصية ومحتاج مساحتي الخاصة. وليا الحق أخد قراراتي بنفسي، محدش يقول لي اعمل ده وما تعملش ده. أنا كأم لما سمعت الكلام ده برقت وتنحت، اللي هو مش فاهمة ايه اللي بيحصل امتى وازاي. دماغي وقفت وما قدرتش استوعب اللي اتقال. اتعامل ازاي مع التفكير ده وانا عارفة انه غصب عنهم، وسنهم وتطور شخصيتهم فرض عليهم ده. تفتكروا نتعامل مع أولادنا في مرحلة المراهقة ازاي؟ نسايسهم؟ ولا نقف قدامهم ونعند معاهم ونفرض عليهم اللي شايفينه صح وفي مصلحتهم؟ شاركونا برأيكم في الكومنتس.